راجل اسمه بانورج كان في رحلة بحرية على سفينة، وكان على نفس الرحلة راجل تاجر أغنام اسمه دندونو، ومعاه قطيع من الخرفان اللي بينقلها بغرض إنه يبيعها. دندونو كان تاجر جشع يمثل أسوأ ما هو موجود في عصره، وهو غياب الإنسانية. اللي حصل خناقة على السفينة بين بانورج ودندونو. بسببها بانورج قال انا لازم انتقم من التاجر الجشع ده، فقرر انه يشتري خروف بسعر عالي جدا من التاجر. طبعا دندونو فرح بالصفقة اللي هو كسب فيها كتير. في مشهد بقى غريب، مسك بانورج الخروف بقوة من قرونه وراح بيه عند طرف السفينة ورماه في البحر. خروف من الخرفان اتبع الخروف اللي غرق ورمى نفسه وراه عشان يلقى نفس المصير. طبعا راح قلده التاني والتالت والرابع. الخرفان بدأت ترمي نفسها في البحر زي الخروف اللي اترمى في البحر بالظبط، والتاجر واقف مذهول ومندهش. باقي الخرفان عملت طابور مهيب عشان كل واحد ياخد دوره هو كمان في القفز. التاجر اتجن وهو بيحاول منع القطيع من ان هو يقفز في الماء، بس محاولاته كلها فشلت، لان ايمان الخرفان باللي هم بيعملوه كان على قدر كبير من الرسوخ واليقين والثقة ان هم بيعملوا الصح. وبدافع قوي من الجشع اندفع التاجر عشان يمسك اخر خروف قبل ما ينط في البحر، الا ان الخروف المؤمن كان منساق ان هو يندفع ورا الخرفان التانية، فما كانش الا ان وقع التاجر واخر خروف في البحر وماتوا هما الاتنين. القصة دي بيسموها قصة خرفان بانورج، مصطلح شائع في اللغة الفرنسية ومعناه انسياق الجماعة بدون وعي او ارادة ورا آراء أو أفعال الآخرين. مفيش خطر على مجتمع ما أكتر من تنامي روح القطيع جواه. ساعات بيقابلنا في حياتنا قطيع كامل من خرفان بانورج بتردد كلام أو بتفعل أفعال لمجرد إن هي سمعت أو شافت اللي بيعمل كده أو بيقول كده. العبرة من القصة، ربنا اداك سلاحين، سلاح العقل وسلاح الحرية، فعليك استخدام عقلك في التخطيط لهدفك والحرية في اختيار طريقة تحقق بيها هدفك. المهم ان يكون الهدف هدفك انت، وما تسمحش لحد غيرك انه يتحكم فيك، وإلا هتكون عبد اعمى بينفذ اهداف غيره.